الأمان. محمد الجزاوي اللعيبه اللي قالوا انهم تضاربوا وانك دخلت المستشفى بسبب ان محمد عيد ضربك فانتشرت الخبر هذا. كيف المضاربه؟ بغتني خش عليه وانا نايم صراحه، بغتني فرش فرش فرش، ما لقيت نفسي الا في المستشفى. خف ليش كذا؟ والله صار بيننا سوء تفاهم قبل ما ينام بالنسبه انك مواصل بالكذبه يعني طلعت خبر يعني اشاعات برضو يعني وراكم وراكم. لا والله شوف، هو شيء بسيط يعني. الحمد لله امس ارتفعت درجه حرارتي تقريبا، رحت المستشفى اخذت ابره يعني وجلوكوز شاعي دي، يعني قعدت ساعتين في المستشفى رجعت المعسكر، بس هذا هو اللي صار. يعني الرجال الطيب هذا ما له صلاح. الرجال الطيب ده اعرفه من قبل النصر، فما حتيجي منه حتيجي من غيره، على الاقل يكذبوا كذبه صح. يعني يصير واحد جديد لاعب واحد جديد يجيبوا لي شيء بس. يلا هذه الناس فاضيه ما عندها شيء. كيف بس النتيجه هذه دافع لكم انكم ما تخسروا كان مع الاهلي؟ اخر سؤال لكم. يا شوف يعني مباراه نحن الحمد لله يعني خارج ملعبك مع فريق كبير، اذا جبت نقطه انت احسن من الفريق اللي كنت تلعب ضده. فالاهلي قدم مباراه ممتازه يعني الحمد لله، قدرنا ناخذ نقطه من الاهلي في ملعبه، هذه تعتبر ممتازه لنا. محمد اخوي عبد الرحمن. شكرا حبيبي عبد الرحمن جديده ذي عبد الرحمن. شكرا لمحمد عبد الرحيم الجزاوي ومحمد عيد.